وفعلا قسموا المكعبات ل14 حرف. الشمس خدت 14 مكعب، والقمر خد 14 مكعب. طيب الشمس خدت ايه؟ خدت الدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والتاء والساء. والقمر خد مين؟ خد الميم والكاف والقاف والفاء والغين والعين والخاء والحاء والجيم والباء والالف والياء والواو والهاء. طيب قال لي الحروف الشمسية تكتب ولا تنطق. قال لي الحروف اللي خدتها الشمس دي ايه؟ تكتب ولا تنطق. لما تيجي معاها الالف واللام يبقى اللام تكتب ولا تنطق. طيب القمرية قال لي لما تيجي الحروف دي معايا تكتب وتنطق. طب تعالوا نشوف كده مع بعض تدريبات. عندي تدريبات بتقول لي ايه؟ حدد نوع اللام. عندي اول كلمة ايه؟ الشمس. كلمة ايه؟ الشمس. طيب تعالوا نشوف كده الحرف اللي بعد اللام. حرف الايه؟ حرف الشين. طيب الشين دي من الحروف اللي خدها الشمس ولا خدها القمر؟ من الحروف اللي خدتها الشمس. طيب يبقى اللام دي لام ايه؟ لام شمسية. سهلة ازاي؟ طيب القمر، تعالوا نعرف هي لام شمسية ولا قمرية. القاف دي اللي بعد اللام مين؟ قاف. طيب القاف دي خدها القمر ولا خدها الشمس؟ خدها القمر. يبقى لام قمرية ولا لام شمسية؟ لام قمرية. طيب الكلمة اللي بعدها كلمة ايه؟ التمر. طيب تعالوا نشوف لام شمسية ولا قمرية. التمر. مين اللي بعد اللام؟ التاء. طيب التاء دي من حروف الشمس ولا القمر؟ من حروف الشمس. طيب تبقى لام ايه؟ لام شمسية. طب احنا اتفقنا اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، يبقى هنقول ايه؟ التمر. التمر. طيب يبقى التمر لام شمسية. طيب العنب. العنب. مين اللي بعد اللام؟ العين. شاطرين. طيب العين هنا من حروف الشمس ولا من حروف القمر؟ من حروف القمر. تبقى دي لام ايه؟ لام قمر.